مساء الخير، ازيكم؟ تعالوا مع بعض كده هنعمل صينية كيكة تحفة. هنعرف ازاي نعمل كيكة ناجحة معانا بمقادير مظبوطة جدا، وتقدري تاخدي المقادير دي لأي كمية كيكة انتي عايزة تعمليها. اول حاجة هنا معانا كوبايتين من الدقيق، هننخلهم كويس جدا. تمام. هضيف ليهم ظرف من البيكنج باودر يكون 16 جرام، كوبايتين دقيق كبار حلوين كده، ظرف بيكنج باودر 16 جرام. هقلب كويس جدا علشان اوزع البيكنج باودر مع الدقيق كله. بيضتين، كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، كوبايه من اللبن. تمام. هاخد بقى كل المكونات دي عندي وهضيف ليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وانا استخدمت هنا كاكاو غامق. تمام. ضربتهم كويس جدا في الخلاط، وبعدين ضفت ليهم ظرف من الفانيليا. بعد كده هاخدهم وهبدأ ان انا اضيفهم على الدقيق عندي، وهقلب الكيكة بتاعتي كلها في اتجاه واحد. الكيكة بتتقلب في اتجاه واحد. هنا بقى جهزنا الصينيه بتاعتنا، وهي طبعا تيفال. اديتها كده مسحه من الزيت خفيفه. طبعا عايزاكي اول ما تبداي تشتغلي في الكيكه تكوني مولعه فرن البوتاجاز على درجه حراره 180. هنا شوكليت شيبس، طبعا استخدمت لونه ابيض، هتلاقيه في محلات مستلزمات الحلويات على الوش كده. وبعدين هاخدها بقى ادخلها على فرن البوتاجاز رف وسط. تمام. مش قادره اقولك طالعه ناجحه معايا جدا، شكلها حلو جدا جدا. الشوكليت شيبس هنا مديها شكل كويس وتغيير في شكل الكيكه المعتاد. تعالوا بقى كده نقطعها مع بعض ونشوف قلبها من جوه شكله ايه. صراحه طلعت هشه خفيفه جدا. بتمنى ان انتم تجربوا الوصفه دي او تجربوا المقادير اللي انا قلت لكم عليها، بصراحه هتعجبكم جدا. تمام. تعالوا بصوا كده، نبص عليها بسرعه بس كده. بصوا شايفين شكلها حلو قوي ازاي من جوه، ما شاء الله عليها، طالعه اسفنجيه جدا وفي منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ان انا قطعتها وهي سخنه. المفروض ان الكيكه بتتقطع وبتتقدم بارده. بكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا، وان شاء الله نتقابل في وصفات تانية كتير. يا ريت اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات على الكل، ويا ريت كمان لايك وشير للفيديو.